في الفيديو ده هقول لك على 6 حاجات لازم تبص عليهم وانت بتشتري جهاز الاكس راي. اول حاجه، هل الجهاز ده بورتابل ولا وول ماونتد؟ وده حسب مساحه العياده عندك، او لو عندك اكتر من عياده يبقى يفضل انك تجيب جهاز البورتابل. وتاني حاجه، هل هو اي سي ولا دي سي؟ الابحاث الجديده بتقول ان الدي سي افضل لانه بيديني ريزوليوشن مور شارب على السنسور، في نفس الوقت بيديني دوز ريدكشن بنسبه لا تقل عن 20%. ثالث حاجه، الكيلو فولت والملي امبير والفوكال سبوت. والفوكال سبوت هو المكان اللي بتخبط فيه الالكترونات في الانود. كل ما كان الفوكال سبوت ده سمول وكل ما كان الفوكال سبوت اصغر، كل ما البيم اللي خارج من جهاز الاكس راي مش بلير وبيديني صوره اوضح. وبالنسبه للكيلو فولت، حسب توصيات الاي دي اي ما بين 60 و70 كيلو فولت بيبقى مناسب. ورابع حاجه، نوع الجنريتور، هل هو لاين فريكونسي او تردد الفيشه ولا هاي فريكونسي؟ والنوع الاحدث هو الهاي فريكونسي. في انواع هاي فريكونسي بيوصل ترددها ما بين ال 40 ل 50 كيلو هرتز، والانواع الاحدث هي الالترا هاي فريكونسي اللي بتوصل ل 400 كيلو هرتز زي جهاز بيورا شوك من شركه نايل ميد. وكل ما كان التردد اعلى كل ما اداني صوره مور شارب وراديشن دوز اقل.